صباح الخير. هيقابلك مشاكل كتير في المشروع بتاعك ملهاش حل غير ان انت لازم تروح للعميل او تروح لاستشاري المشروع وتاخد منه ابروفال عشان تعرف تحلها. لفيت كتير، دورت على بدايل، مش عارف تحل المشكلة. هو الحل في ايد عميلك ان هو يوافق على حاجة معينة علشان تقدر تحل المشكلة دي وتطلع من الورطة ديت. انا لو عايز اعمل كاتيجوري او تصنيف للمشاكل اللي ممكن تقابلك، هي مش هتخرج بره الحاجات ديت. مشاكل ليها علاقه بالكواليتي، بالجوده. مشاكل ليها علاقه بالجدول الزمني، حاجات ممكن تاخر مشروعك. تمام. حاجات ليها علاقه، مشاكل ليها علاقه بالبادجت وميزانيه المشروع، ممكن يكون في بند مخسر معاك. مشاكل ليها علاقه بالسيفتي والامان بتاعه الناس اللي شغالين او بتاعه الاند يوزر فيما بعد. مشاكل تنظيميه واداريه. تمام. العميل والاستشاري بتاع المشروع عنده استعداد انه يقعد معاك على الترابيزه ويناقش كل انواع المشاكل ديت. تمام. ويحاول ان هو يدور على حلول ليها، الا حاجه واحده بس، ان انت تروح تقول له انا عندي مشكله في بند مخسر معايا، فانا بدور على بديل عشان ما يكونش مخسر معايا. هيبص لك من فوق لتحت ويقول لك روح اتصرف، دي مش مشكلتي. تمام. فانسى الموضوع دوت. تمام. فما يقابلك مشكله ليها علاقه بالبادجت، بالفلوس، ما ينفعش ان انت تروح صراحه كده وتقول انا عندي مشكله في الفلوس. ممكن تعرض المشكله بصيغه ما، ليها علاقه بالكواليتي، هتاخر في حاجه، هتاخر المشروع، فيها علاقه بالسيفتي، انما ما تروحش تقول له البادجت مخسر معايا. وهنا يجي دور مدير المشروع المحترف. مدير المشروع لازم يكون خبير في الكوميونيكيشن، في الاتصالات، وبيعرف يتفاوض كويس، وخبير في التفاوض، ودكتور نفسي، وبيعرف يمشي على الحبل وهو مغمض عينه. هو كده مدير المشروع لازم يكون راجل واسع الحيلة، ريسورسفول، واسع الحيلة، بيقدر يحل مشاكل، مش بيحط ايده على خده ما تقابله مشكلة ويقول انا اعمل ايه. تمام. هنا برضو طريقة عرض المشكلة على العميل بتاعك او استشاري المشروع بتاعك عليها عامل كبير جدا. تمام. هي تلات ارباع حل مشكلتك ان انت ازاي تعرضها على العميل عشان تقنعه بيها. في بعض الاحيان ممكن تعرض حلول كتيرة او تقول افكار كتيرة على الترابيزة، بحيث ان انت توجه العميل او استشاري المشروع على حاجة ما معينة في دماغك، بس انت لازم تمهد لدوت. يعني ايه؟ يعني انت بتحاول انت تخليه ان هو اللي ياخد القرار، علشان ايه؟ ترضي الايجو بتاعته ان هو القرار بتاعه هو. تمام. بتحط على الترابيزة حلول ما او افكار ما، بحيث ان انت توجهه لحاجة هو اللي يختارها. تمام. فهنا يا جماعة مدير المشروع عليه عامل كبير جدا، خبرته وطريقته في الإقناع وطريقته في عرض المشاكل فعلا بتأثر، وفعلا عامل مهم جدا. وصباحكم جميل، والسلام عليكم.